مارلين مونرو واضطراب الشخصية التمثيلية. It's بعيدا Street عن Talks. حبنا Do you ليها know this one? وبعيدا عن ان هي اتشهرت كممثلة اغواء، حلم ستات كتيرة تبقى زيها. معظم الستات نفسها تبقى في دلع مارلين مونرو. لو اتكلمنا عن الاغواء اسمها هو اللي هيجي اول اسم، لو اتكلمنا عن الانوثة اسمها هيجي اول اسم، ولكن النهاردة هنتكلم عنها بشكل انساني. هل احنا ينفع نشخص حد ميت؟ لا، ما ينفعش. هل احنا هنشخصها باضطراب؟ لا، احنا هنشخصها بسمات الشخصية التمثيلية، لان بينطبق عليها بنسبة 70%. فهناخدها كمثال عشان نشرح الاضطراب ده، لان هي بينطبق عليها بنسبة 70% وليس تشخيص 100%. ده بناء على قصة مارلين مونرو اللي طلع عنها، بناء على كلامها، بناء على قصتها المأساوية. الفيديو ده هيبقى شيق قوي، فهاتيلك بقى الكوفي بتاعك علشان هنطول شويتين 3، وهنحكي عنها بشكل عميق وبشكل تفصيلي علشان نفهم ان احنا ما ينفعش نحكم على حاجة بشكلها الخارجي. لو بصينا اعمق للموضوع هنلاقي وراه مرض. مش كتير قوي بيبقى فيه من الناس السايكو، ناس بره في امريكا وكده بتلاقي ان هم الحلوين قوي الناس بتنسى جرايمهم وتتكلم على قد ايه هم شكلهم حلو وبرفكت وتحفة. في كمان بيوصل لهم مسجات اعجاب، وفي منهم بيتجوزوا وهم جوه السجن، عندهم حاجات غريبة زي كده. فمارلين الشكل الواو، الطريقة الإغرائية، ولكن وراها ألم، وراها صرخة ست كانت بتعاني طول حياتها، وكانت نهايتها مأساوية. سواء كانت نهايتها زي ما يقال أو نهاية مختلفة، خلينا بقى نتكلم عن القصة بشكل عميق وبشكل تحليلي. يلا نتكلم سوا. الكل شاف مارلين مونرو الشعر الأشقر والصوت الجذاب، ولكن ما يعرفش ورا كل ده ايه. هل كانت بتضحك قدام الناس وبتنهار لوحدها؟ يعني ايه الأول اضطراب الشخصية التمثيلية؟ اللي بيعاني من الاضطراب ده في كذا صفة بتندرج في الاضطراب ده. أول صفة، بيبقى محتاج دايما يكون مركز للاهتمام وجذب الانتباه، يبالغ في إظهار مشاعره، يحب قوي الظهور والدراما، دراماتيكي في نفسه، سطحي في علاقاته العاطفية، العلاقات العاطفية ما بتستمرش، بيميل للتصرف بإغواء وبشكل مثير. هو مش معنى ده ان الشخص بيمثل، ولكن بيحب يعيش في طاقة جذب للإغواء وللإثارة من الناس اللي حواليه. استعراضي، بيعيش قصة حياته استعراضية تمثيلية علشان يظهر للناس قد ايه هو شيق واتراكتيف، وقد ايه هو شخصية جذابة. بصوا عليا قد ايه انا حلوة، بصوا عليا قد ايه، بصوا على الحركات اللي انا بعملها. بيبقى الحاجة دي عايشها، مش مجرد بيمثلها، هو عايش كده. الشخص ده بيتأثر بسهولة بالنقد. الشخص ده بيهتم جدا بمظهره الخارجي، بيهتم اهتمام مبالغ فيه، يحس بالملل بسرعة ودايما بيدور على الإثارة، بيكون حساس جدا لرفض الآخرين له. هل تنطبق الصفات دي على مارلين مونرو؟ تنطبق عليها بنسبة 80-70%. مارلين مونرو كانت بتعاني من 3 حاجات يخلينا نقول ان ينطبق عليها الاضطراب ده. اولا، جروح نفسية من الطفولة. 2، مشاكل في الثقة. 3، اعتمادية عاطفية. اولا، ايه الجروح النفسية من الطفولة؟ كلنا عارفين ان مارلين مونرو اسمها الحقيقي نورما جين، انولدت من تعاني من اضطراب الانفصام، وكانت في مصحة نفسية ومعرفتش أبوها الحقيقي. خلينا نعرف معلومة مهمة قوي، الاضطراب النفسي بيتورث. نركز على الموضوع ده ونقرأ فيه الموضوع بشكل علمي. الاضطراب النفسي يورث، فعادي ان هي تصاب باضطراب تاني مختلف بناء على الاضطراب اللي كان عند والدتها، فهي معرضة لده. مارلين عاشت في ملاجئ واتبنت من أسر كتيرة جدا، وكانت بتعاني من سوء المعاملة، وقالت في تصريح ليها ان هي تعرضت للتحرش ومحدش كان مصدقها. ايه نتيجة ده؟ احساس دائم بعدم الامان، واحساس بعدم الثقة من الناس، وشعور داخلي ان هي مش محبوبة. مارلين ليها كلمة قالتها، كلمة مهمة قوي، اقتباس ليها. قالت ايه؟ لم أكن يوما طفلة سعيدة، كنت دايما بخاف من الناس وبخاف من المستقبل وبخاف ان انا اكون وحيدة. ثانيا، مشاكل في الثقة، بتدخل في العلاقات وخايفة دايما ان هي تتساب. علاقتها باللاعب البوسيبل المشهور كانت فيها دايما غيرة وشك، ولما سابها كانت بتلاحقه، ما سابتهوش، كانت بتحاول ترجعه دايما ليها. كانت دايما بتشك ان الناس بتحبها علشان خاطر شكلها،
ده خلق عندها قلق داخلي. ثالثا الاعتمادية العاطفية. لما اتجوزت الكاتب المسرحي آرثر ميلر، أخيرا أنا لقيت راجل يفهم عقلي ويحبني لشخصي، ولكن بعد الجواز منه بدأت تتصرف بطريقة درامية ومزعجة جدا ليه بسبب غيرتها واحتياجها الدائم للحب، لدرجة انه كتب عنها في مذكراته ان هي عبء عاطفي عليه. علشان كده يا ستات ويا بنات بقول لكم ارجوكم اطلعوا من التعلق العاطفي. انا هعمل فيديو قريب قوي عن الموضوع ده، هيبقى كورس، هيبقى مدته طويلة، مجاني تماما، هيبقى عن التعلق العاطفي وازاي الست تكتفي بنفسها، سواء هي بقى في العلاقة متجوزة هتكمل، سواء هي في مرحلة انفصال. سيبيلي كومنت، وعشان لو لقيت كتير قوي عايزين الفيديو ده هعمله لكم قريب قوي. كانت بتخاف جدا تكون لوحدها، علشان كده كانت دايما بتدخل علاقات سريعة. كانت عندها جرح الهجر وجرح الرفض وجرح الأم، وكمان كان عندها جرح الأب لأن هي معرفتش مين أبوها الحقيقي. كل الخلطة دي بتطلع لنا اضطراب بنسبة 1,000,000,000,000%، بتطلع شخص يعاني نفسيا. ولما العلاقة كانت بتنتهي كانت بتنهار حرفيا، بتحس ان وجودها كله مربوط بشخص يحبها. في اقتباس مارلين قالته: احيانا ببقى في وسط ناس وبحس اني وحيدة اكتر من لما اكون وحيدة وانا مع نفسي. الجروح النفسية من الطفولة هي اللي خلقت عندها الاعتمادية. الاعتمادية العاطفية ازاي؟ التعلق بالرجال، كانت علاقاتها بتدخل علاقات كتيرة جدا، وكانت دايما العلاقة ما بتكملش من علاقة لعلاقة. حاولت ملء الفراغ الداخلي من الخارج، يعني بناء على شكلها كانت بتحب تسمع إعجاب، بتحب تسمع إن هي مرغوب فيها، والعلاقات اللي كانت بتدخلها كانت من باب الاحتياج مش من باب الحب. عشان كده العلاقة كانت بتفشل. كان معناه ان هي كانت طفلة بتصرخ من جواها محتاجة حب ومحتاجة احتواء. ظهرت ده بقى عن طريق الشكل الخارجي، عن طريق العلاقات الكتيرة اللي كانت بتدخلها. كتير قوي من البنات بتدخل في علاقات كتيرة ومش بيفرق معاها ان هي بتبوظ سمعتها، ما بتعرفش تعيش من غير حب. ده بسبب ان هي محتاجة امان، محتاجة حب ما اخدتهوش من وهي صغيرة. هل ده معناه ان لو انت محتاجة العطاء ومحتاجة الحب في حياتك ده معناه ان انت تدخلي في علاقات كتيرة؟ ازاي بقى تدي الحب ده لنفسك؟ على فكرة انت لو دخلتي في الفيديوهات هتلاقيني متكلمة عن الموضوع ده كتير، بس انا هعمل فيديو مخصوص عن الموضوع ده. انا عارفة ان انا كل شوية بقول لكم هعمل فيديو علشان بس الفيديوهات ما تطولش وما تبقاش مملة. مارلين ليها اقتباس مهم. مجرد بنت صغيرة مارلين كانت بتقول: I restore myself when I am alone. أنا بحاول ألملم نفسي. أنا بوضح لكم الكلام اللي هي قالته بشكل مش تحريفي لنفس الكلام، ولكن فيما معناه كده. هي قالته طبعا بالطريقة التانية بتاعتها، ولكن أنا ببسط لكم المعلومة علشان أقول لكم إن هي في الكلام اللي كانت بتقوله كانت بتعاني، كانت بتقول أنا تعبانة من غير ما تقول أنا تعبانة. خامسا السلوك الإغوائي، وده من أهم ما يبرز الشخصية التمثيلية. تصرف بطريقة مثيرة وجذابة حتى لو الشخص مش واعي إن هو بيعمل كده، بيعمل ده بدون وعي. علشان كده بنقول عليه إن هو عنده الاضطراب ده. يكون التركيز أكبر على المظهر، على الصوت، على الحركات. بتبقى دي الشخصية اللي هو عايش بيها، مش مجرد بيمثل في فيلم. بتكون ده شخصيته في الحياة العادية. لو بيتكلم مع حد في العادي، لو في لقاء مع حد بيتكلم كده زي ما بنشوفها في لقاءاتها، مش بهدف الحب ولكن بهدف الحصول على القدر الكبير من الانتباه. لو نلاحظ مارلين كانت دايما بتظهر بلبس مثير حتى في المناسبات العامة، المناسبات الرسمية. الفستان اللي لبسته في حفل عيد ميلاد الرئيس الكندي سنة 1962 كان شفاف وكان مثير جدا. يعني هي حتى لو بدون وعي منها كانت قصد ان هي تثير الانتباه وتثير الكلام عنها، رغم انه تصرف جريء ولكن كان انعكاس عن ما بداخلها. نبرة صوتها الأنثوية المصطنعة كانت لما بتتكلم قصاد الجمهور او في اللقاءات كان الصوت الناعم اللي كل الستات، اللي معظم الستات بتبقى نفسها تتعلمه، الصوت المثير المغري. هو اصلا ممكن يكون صوت بيعاني من اضطراب. قالت في لقاء: انا عندي طريقتين بتكلم فيهم، طريقة لما بكون قدام الناس وطريقة لما بكون لوحدي. المضطرب سواء بقى اضطراب شخصية تمثيلية او اضطراب تاني بيعاني من الازدواجية. طريقة بيحمي بيها نفسه قدام الناس ودي اللي بيتصرف بيها، وطريقة بيكون بيها لوحده لما يكون بدون اي حد خالص والمشاعر الحقيقية تطلع، ودي بتبقى طريقة الطفل الخارجي. ولكن الطريقة اللي بيتعامل بيها قدام الناس دي بتكون حماية الطفل.
مارلين كانت بتربط حب الناس بجمالها فقط، وده من أبرز صفات الشخصية التمثيلية. رغم إنها كانت ذكية ومثقفة جدا، لكن إنها استخدمت مظهرها كوسيلة علشان تقرب من الناس. الدراما والتقلبات المزاجية اللي كانت بتمر بيها، ردود أفعال قوية، مشاعر دايما متغيرة، بعده فرح مفاجئ. أمثلة من ده في حياتها: كانت بتضحك وتفرح وتيجي مرة تانية يجيلها نوبة بكاء. أصدقائها المقربين قالوا إن هي كانت عاطفية بشكل مرعب، وكانت عاطفتها متغيرة، اعتماد على المهدئات وعلى المنومات، مدمنة على الأدوية النفسية والمهدئات علشان تهرب من الألم الداخلي. ده بيأكد وجود خلل في المشاعر عندها. 3. الانسحاب من تصوير الأفلام فجأة. كتير قوي بتغيب عن مواقع التصوير أو ترفض التمثيل، تنهار في نص المشهد، بس الدراما الداخلية والتقلبات العاطفية كانت مسيطرة عليها أكتر. 4. الشعور بالفراغ الداخلي. اضطراب الشخصية التمثيلية: الشخص المصاب بيه بيعاني من الفراغ من الداخل، بيعاني إن هو وحيد دايما، محتاج يملى هذا الفراغ بأي نوع من الإثارة النفسية، كان حاسس إنه مش كفاية ومحتاج حد يطمنه. أمثلة من حياة مارلين: إن هي كانت برغم الشهرة وبرغم الناس الكتيرة المحيطة بيها، ولكن دايما كانت حاسة إن هي لوحدها. لما كانت وسط ناس على أقوال أصدقائها كانت دايما بتشعر بوحدة. اقتباس صادم ليها اللي أنا قلته: أنا دايما حاسة بوحدة حتى وأنا وسط ناس. وأخيرا النهاية المأساوية ليها: مارلين اتوفت وهي عندها 36 سنة. وات ايفر النهاية اللي هي انتهت بيها، سواء كانت عن قصد أو سواء كانت بسبب المهدئات، ولكن لو هنقول بسبب علاقتها، فهي وصلت في الآخر من شخص يعاني طول حياته ومظهره حلو ولكن يعاني من الداخل، إلى شخص توفى في عمر صغير، توفى بطريقة مأساوية. علشان كده بقول إن إحنا نحل مشاكلنا الداخلية وننظم مشاعرنا ونفك التعلق ونبقى نفسنا، دي تشتغلي عليها وتضيعي عليها حياتك، أحسن ما تنشغلي بإن انت ازاي حد تاني يحبك، ازاي تلاقي الحب. لا، لاقي حب نفسك الأول، خليكي صادقة مع نفسك، خليكي معترفة بما يؤلمك وعيشي بيه وعالجيه، أهم من إن انت تدوري ازاي أبقى الشخصية الجميلة المرغوب فيها. كتير قوي كان بيستفزني الفيديوهات: اتعلمي طريقة الإغواء، اتعلمي طريقة من شخصية معرفش مين، من شخصية كذا، وانا ببقى شايفة الشخصية بتعاني. هي كل ده كان غطاء ليها علشان بس تداري عن وجعها وعن ألمها. مش عيب ان احنا نتعلم، انا مش بقلل من حد عايز يتعلم ينعم صوته، عايز يتعلم طريقة اغواء مع جوزها، ده مش غلط، عادي. انا عملت فيديو ان ازاي الواحدة ترقق صوتها، ولكن ما نعيش حياة شخص مأساوية ونقتبس منه، خاصة الشخصيات المشهورة اللي انتهت بنهاية مأساوية. طاقيا ونفسيا مش حلو ان احنا نعجب قوي بالحياة اللي عاشوها. الأفضل إن احنا نبقى متعاطفين معاهم بشكل صحي ونتعلم من قصتهم، نقتبس منها، نتعلم منها زي ما عملنا في الفيديو ده. مارلين مش بس رمز للجمال، كانت رمز لمرأة بتعاني نفسيا، ورمز نتعاطف معاه. بعيدا عن الأفلام اللي اتعملت حرفت القصة أو كانت القصة حقيقية، احنا خلينا نتعلم من القصة إني لو انتي بتعاني في صمت وانا بعاني في صمت، احنا كستات لو بنعاني في صمت نشتغل على نفسنا. مش عيب ان انتي بتسمعي فيديو بتثقفي نفسك اكتر من الراجل، احنا تركيبتنا مختلفة عن الرجالة، تركيبتنا معقدة، كل ما هو مهم في الحياة هو أنثى، فإحنا بنفكر بشكل أعمق، بنفكر بشكل تفصيلي. فافرحي بكونك ان انتي بتدوري على الحلول، وبكونك ان انتي بتهتمي بمشاعرك وبتهتمي بأفكارك، وما تدوريش أكتر عن ازاي ترضي الراجل وازاي يحبك وازاي تبقي أنثى مغوية ليه. لو بتحبي نفسك الكون كله هيحبك.